عريس هتتجوز قريب، لو انت عاوز تجدد شقتك وتعمل موبيليات جديده، يبقى الفيديو ده ليك. لازم تسمع الفيديو ده عشان تعرف ازاي الموبيليا بتتصنع وازاي ما يضحكش عليك في السوق. اول حاجه هنتكلم عليها وحاجه مهمه جدا والموبيليا قايمه عليها، اللي هي الايه؟ الابلكاش. زي ما انت شايف الشغل كله قايم على الابلكاش. الابلكاش ده هو عصب الشغل. طيب هنتكلم على انظف نوع ابلكاش موجود في السوق واعلى ابلكاش، مصنع 14 تخانة 3 مللي، سعره تقريبا الاسعار بتتفاوت حسب السوق 210 جنيه. ده اول نوع وانظف نوع اللي الشغل ده معمول بيه. طيب في ابلكاش نفس الشكل بالظبط، بس تخانة 2.7، اقل 3، ده بينزل في السعر تقريبا سعره 165 جنيه. طيب في اقل منه 2.5 مللي، سعره تقريبا 150 جنيه، ونفس الشكل. ده ابلكاش يقول لك انا شغال لك بابلكاش طيب ماشي، ما تقول لي ابلكاش ايه؟ طيب ده ابلكاش صيني، شكل الابلكاش الاصلي بالظبط، ولكن سعره اقل بكتير. طيب معانا برضو فايبر 2.7، سعر اللوح تقريبا 130 جنيه، وحجم اللوح اكبر من اللوح ويوفر قد ايه؟ يعني الاصل ب 210 وده ب 130 جنيه، فرق كبير قوي. يبقى احنا لو جينا نبص الغرفه دي للغرفه دي، فرق ابلكاش ممكن تقريبا يخش في 4000 جنيه، يعني 4000 جنيه فرق بس ابلكاش. هنخش على البند اللي بعد كده، الخشب الكبس اللي في قلب الابلكاش ده من جوه، ده خشب سويد فنلندي. ممكن اشتغل لك بخشب روسي، ممكن اشتغل لك بخشب بياض، ممكن اشتغل لك بلارج. طيب كل نوع بسعر. طيب التخانات نفسها، ده قايم 5 سم، هيركب في الضلفه دي هنا من جوه. القايم ده اهو ممكن احطه 1.5 سم وهيركب عليه ابلكاش وانت ما انتش شايفه، وهيوفر معايا كتير. يبقى كل بند من ده بيوفر مبلغ. هنخش على الحاجه اللي بعد كده اللي هو الزان. يقول لك انا شغال لك يا عم بزان احمر. يا حبيبي الزان الاحمر انواع كتير، انت شغال بزان احمر نوعه ايه؟ اعلى زان احمر الزان الروماني، مكتوب عليه زان روماني. الزان ده سعر المتر بتاعه 14000 جنيه. طيب ده زان احمر برضه شكله بالظبط وبيحل محله وسعره 8000 جنيه، فرق 6000 جنيه، مش 500 ولا 1000، لا فرق 6000 جنيه في الزان اللي بيستخدم في صناعة الرجول. طب ايه فرق الزان ده من الزان ده؟ الزان الروماني ما بسوس، يعيش عندك مدى الحياة وما فيش سوسة وما بينسمش، يعني يفلق. لكن الزان التاني ده بيحصل فيه مشاكل كتير جدا وبسوس. ده فرق وده زان وده زان، وده احمر وده احمر. تمام. عندك حاجه مهمه برضو، الاكسسوارات المستخدمه في الشغل اللي هي زي سكه الدرج، زي عجله الدولاب وغيره، والمفصلات والكلام ده كله. دي عجله اسمها روستو، ايطالي اصلي. سعر العجله ايه؟ مثلا 95 جنيه، كرتونه فيها عجلتين فيها مثلا بسعرها 95 جنيه. زيها بالظبط المضروبه ب 45 جنيه، وقيس على كده في كل الاكسسوارات، في منها مضروب وفي منها اصلي. عندك 16 مللي، 16 مللي ده اللوح فيه تقريبا داخل على 900 جنيه، 800 وفكه. بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في الادراج. كل الادراج بتتصنع من ده. لو اتعمل خشب بيحصل فيه مشاكل، ممكن يفلق ويحصل فيه مشاكل كتير في المستقبل مع الوقت. يعني درج زي ده متصنع كله زي ده، درج معمول في خزنه سريه. تمام. كل ده من ده. طيب دي حاجه اتكلمنا فيها. في حاجه تانية مهمه اللي هي ايه؟ القشره دي اتلزقت دلوقتي، ما عادش باين تحتها ايه، لما تبوس على فايبر ولا 2.5 مللي ولا ابلكاش صيني ولا مصنع 14 اصلي. طب القشره نفسها في متر ب 15 جنيه وفي متر ب 5 جنيه. يبقى انت لو جيت تبص في كل بند من البنود دي، تمام، هتلاقي نفسك فرق رقم كبير قوي. وفي الدهان ممكن تشطب تشطيب دهان عادي، وممكن تشطب تشطيب بويه فرن تشطيب عالي. القلب ده بيتشطب مثلا، بياخد بلياستر وبتلمع وبتشطب زي الوش بالظبط. كل ده بيفرق. ده الموبيليا النظيفه. ده الفرق بين الموبيليا النظيفه والموبيليا التعبانه. يجي لك الاعلان على النت يقول لك اعلى خامات وباقل سعر. الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده مش صحيح. اقل سعر هيساويه اقل خامات، واعلى سعر هيساويه خامات مظبوطه، خامات محترمه. يعني اعلى خامات هيوزعها اعلى سعر موجود.